صفقة زيزو تشعل الأجواء بين الأهلي والزمالك، الخطيب يحسمها. تصاعدت الأحداث داخل أوراق النادي الأهلي بشأن التحرك لضم نجم الزمالك أحمد السيد زيزو في صفقة قد تكون الأكثر جدلا في الكرة المصرية خلال الفترة الأخيرة. وجاء هذا التوجه كرد فعل على ما وصفه مسؤول القلعة الحمراء بالأحداث المثيرة للجدل خلال لقاء القمة الأخيرة، مما دفع بعض أعضاء مجلس إدارة الأهلي إلى المطالبة بالتحرك بقوة لإصلاح أوضاع الكرة المصرية حتى لو وصل الأمر إلى خصم نقاط من الزمالك. مفاوضات مكثفة مع والد زيزو. وفقا لمصادر داخل النادي الأهلي، في مفاوضات مباشرة مع والد زيزو الذي يعرف بميوله الحمراء لإتمام الصفقة خلال الفترة المقبلة. ولم يقتصر الأمر على إبداء الاهتمام فقط، بل عرض الأهلي أيضا عمولة على والد زيزو لضمان إنهاء الصفقة بنجاح، وسط محاولات مكثفة لإقناعه بأن نجله سيكون عنصر أساسيا في مشروع الفريق المستقبلي. الخطيب متردد وأعضاء المجلس يضغطون رغم الحماس الكبير داخل مجلس إدارة الأهلي لإتمام الصفقة، فإن محمود الخطيب رئيس النادي لا يميل إلى أسلوب خطف اللاعبين من الزمالك، ويفضل دائما التحركات الهادئة والمدروسة في سوق الانتقالات. ومع ذلك فإن الضغوط داخل المجلس الأحمر تزداد، خاصة أن بعض الأعضاء يرون أن ضم زيزو سيكون الرد المناسب على تداعيات القمة الأخيرة التي أثارت جدلا واسعا. الصفقة لم تحسم بعد حتى الساعات الأخيرة. لم يحدث أي تطورات رسمي في الصفقة وفقا لما تؤكده المصادر، ومع ذلك فإن الحديث لا يزال قائما، ومن المتوقع أن تشهد الأيام القادمة تطورات جديدة في حسم مستقبل زيزو، سواء بالبقاء في الزمالك أو الانتقال إلى القلعة الحمراء، في صفقة ستكون حديث الشارع الرياضي المصري. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ريت ما تنساش تصلي على النبي واللايك الجميل والاشتراك في القناة.